سلام، كيفكم؟ شو اخباركم؟ بما انه امبارح نزلت فيديو عن الكمونه وطريقه الكمونه، اليوم اولادي طلبوا يتغدوا كبه بطاطا، عجبتهم كتير امبارح، تعشوا مع بيهم. هلا سلقت، رجعت اليوم بطاطا وهلطتها، يعني سلقتها كتير منيح. هفرجيكم كيف شكلها. هي شايفينها قديش مستويه البطاطا، هيك بدها تكون، انا هيك بعملها. هلا بعد ما سلقناها حطيت بقلب السلق ملح. شو حاعمل هلا؟ بدي فعفسها، بدي معمسها. فيكن بالمدقة الخشب، بس انا بحسها اسهل لي بهيدي. هيك البطاطا مستويه على الاخر، بطحنها منيح منيح منيح. انا هيك بعملها، بس طيب كتير والله. هلا بالجنوب كل واحد له طريقه، كلهم طيبين. من هلا بقلكم مش طريقتي اطيب طريقه، كل واحد له طريقه وكله طيب صراحه. حتى الكمونه بالجنوب بنعملها بكذا طريقه، بس صراحه كلهم طيبين. يلا هلا بعد ما معمسها، هيا هيك صار شكل مثل ما شايفين. نعمتها على الاخر على الاخر، بديش يكون فيها تكتلات بطاطا. ها هيك عملتها. هلا بنيجي للكمونه، هيك كمان بردت، بدها تكون شوي باردة عشان ما تحدحد. اذا كانت سخنه وحطيتوا عليها كمونه، انتوا عم تدقوها بتنعم، بتبرد وبترجع. الكمونه كميه تقديريه. امبارح عملتها شوي كمونه، ما كترت عشان جوزي ما بيسوي له. اليوم بدي احط نص، يعني بدي كتر شوي، رح كتر شوي. بالنسبة للكمونة، في عالم بتحط برغل ناعم وبيحطوا كمونة، بيخلطوا النص برغل والنص كمونة. لا أنا بحط بس كمونة، هيك بحب. هيدا بيرجع لذوقكم، شو انتوا بتحبوا. وهلا بعجنها هيك وبحطها بصحون. هي كبة البطاطا، ولا أسهل من هيك. وكل ما كانت معنا الكمونة طيبة ومنكهة، كل ما كانت الأكلة أطيب، لأنه طعمة هالأكلة بكمونتها. ماشي. هلا بدي جبلها بقى، بدي يعني خلطها. رجعت كفت جبلتها بايدي، ما بيمشي الحل الا بالايد. هي هيك صار شكلها. ماشي، هيدا شكلها. رح احطها هلا بصحون وبفرجيكم كيف بيطلع شكلها اخر شيء. بتمدوها بالشكل والموديل اللي بدكم اياه، اللي بيناسبكم. حمدها مثل ما امي كانت تمد. والله طيبه هالاكل. هلا بعمل لها شويه ثقوب مثل ما بقولوا، حتى نحط لها زيت، ما يطفحش الزيت على الوجه. هيدي هي. ممكن تحطوا مي على ايدكم لتملسوا الصحن اذا حسيتوها شوي ناشفه، وبتمدوها بالصحن. ها هلا هيدا الصحن الثاني، عملت صحنين. وهيدي هي كبة البطاطا، بنغمسها بزيت الزيتون، بتاكلوها مع مرقوق، مع فجل، شو ما عندكم خضره بتحطوا. حطيت اني شو ما عندي بالبيت موفر، حطيت فليفله، حطيت نعنعه وفليفله كمان وزيتون، وخبز المرقوق، خبز الصاج.